لما نيجي نتكلم دايما عن مصر لازم نتكلم عن الابهار في الطبيعه، والابهار كمان في التاريخ. يعني من احلى الحاجات اللي موجوده هناك هم بيفطروا لحمه اللي انا بحبها جدا جدا جدا. منطقه زي جبل علبه في امطار الخير نزلت على حلايب وشلاتين في خلال الايام اللي فاتت ديت، فمعنى ان امطار الخير نزلت معناها ان احنا نبتدي نشوف خضار جوه جبل علبه. من ضمن الحاجات اللي احنا ما بنشوفهاش كتير قوي في مصر عشان احنا شويه بيئتنا صحراويه، ان احنا نشوف جبل بكامل الوانه. معانا شويه صور فرجي على منظر مستحيل تقولي ده في مصر، ايه ده احنا اكيد في حته من الجنه. بصي ده موجود في مصر. الكلام ده كان موجود في شهر واحد من سنتين. منظر مبهر. معنى امطار الخير نزلت معناها ان احنا نتفرج على المنظر ده. تخيلي انت بقى لما تبداي يومك بشروق زي كده، وهناك بقى تروحي تكتشفي بقى الاحلى كمان هي الثقافه اللي موجوده هناك. ايه بقى؟ يعني هم يعني من احلى الحاجات اللي موجوده هناك هم بيفطروا لحمه. بيفطروا لحمه. طب احكي لنا عن الموضوع ده، احنا عايزين نزورهم لو كده. طبعا عشان شويه مشهورين بالراعي وهكذا، فعندهم ضمن الحاجات الجميله فطار اسمه فطار السلام. عباره ان هم بيجيبوا الزلط او البازلت يسخنوه درجه عاليه جدا، ويجيبوا طبعا اللحمه بعد ما تتذبح فريش قبل الفجر تتذبح، وبعدين تبدا تتسوى على الزلط ده. فبتتسوى بطريقه طبيعيه، فحقيقي كانك بتدوقي طعم من الجنه، طعم لحمه ما اكلتوش في اي حته في مصر كلها. القهوه بتاعتهم كمان مميزه جدا اسمها قهوه الجبنه، ديت بيعملوها برده لايت، يعني بيجيب البن الاخضر يطحنوا ويحمصوا كمان قدامك، فانت بتحسي ان انت كل حاجه تحسها طبيعيه، يعني لسه معموله فريش قدامك. مؤخرا ما بقاش السفريه عباره عن اوتيل طياره او عربيه، لا انت دلوقتي تاخدي تجربه جديده، اللي هو انا هرجع احكي لاصحابي كميه قصص وحواديت وحكايات عننا مختلفه جدا جدا. في منطقه حلايب وشلاتين وبالذات جبل علبه المكان هناك مبهر.